السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الأخبار؟ أنا الأسبوع اللي فات جات لي مجموعة كبيرة من الأسئلة، فقلت بقى إن أنا أعمل إجابات في فيديو مجمع أفضل علشان الكل يستفيد. وطبعا علشان لما أجي أكتب في التعليقات هتكون التعليق كبير، لأن الإجابات طويلة شوية. فهنبدأ بقى بسرعة كده نشوف الأسئلة واحدة واحدة. في واحد بيسألني بيقول لي إيه النصيحة اللي أنا أديها لحد مهاجر عايز إن هو يقيم في أندونيسيا؟ بص، أهم حاجة في السفر ما تخليش حاجة تتحكم فيك. يعني إيه؟ يعني لازم تبقى عندك استعداد إن أنت مش هتتكلم اللغة بتاعتك، مش هتاكل الأكل بتاعك، مش هتلاقي العادات والطباع اللي أنت متعود عليها. بتسافر من بلدك، بتسيب أكلك، بتسيب لغتك، بتسيب أهلك، بتسيب الشارع اللي أنت متعود عليه، بتسيب صحابك، بتسيب المجتمع بكل شيء فيه. فاللي بيجي اندونيسيا او اي بلد، يعني الكلام ده عام على جميع الدول، اللي بيسافر وبيكون بقى جوه دماغه انا نفسي ان انا اكل اكل عربي، هتعمل لنفسك مشكله. يعني لو ان انت جاي مثلا واحد مصري وبياكل فول وفلافل وكشري، وجاي اندونيسيا بيدور على فول وفلافل وكشري، هيتعب. مفيش جبنه. لازم ان يكون عندك استعداد ذهني من قبل ما انت تسافر، ان انا رايح مكان مختلف، ليهم اكل مختلف، حلو ووحش دي مش قصتنا، بس ان انت تبقى عارف ان الاكل بتاعك اللي انت بتحبه مش هتلاقيه، اللغه اللي انت بتتكلمها مش هتلاقيها. فاهمني؟ فنقطه مثلا زي الاكل دي، لو الاكل مهم جدا بالنسبه لك اتعلم الطبخ من قبل ما تسافر كده، من قبل ما تفكر ان انت تجيب تذكره او تقول يا سفر. اتعلم الطبخ. يعني انا بطبخ لنفسي، انا لما عاوز اكل مصري انا بعرف اطبخ، فبطبخ لنفسي. والطبخ يعني مش صعب. هي دي الفكرة. والحاجة التانية إن أنت برضو تبقى فاهم إن كل بلد ليها عادات وثقافة مختلفة، وليهم تفكير مختلف. مش شرط تفكيرك يبقى صح، وحتى لو تفكيرك صح ما تتوقعش إن غيرك هيقبل إن أنت تجيله بلده وتعدل عليه. فدي برضو نقطة مهمة. لازم إن أنت تقرأ كتير عن ثقافة البلد اللي أنت رايحها، عن عادات البلد اللي أنت رايحها. لازم إن أنت يبقى عندك استعداد إن أنت تفهم وجهة نظر الناس الأول. وأهم حاجة اللغة. بالنسبة لأندونيسيا أهم شيء يا جماعة اللغة. الأندونيسيين ما بيتكلموش عربي، الأندونيسيين ما بيتكلموش إنجليزي. يعني أنا عن نفسي لما بلاقي حد أندونيسي بيتكلم عربي بقوم فاتح الكاميرا ومصور معاه وعامل معاه فيديو، لأن ده بيبقى لقطة. هم بيتعلموا لغة عربية عشان القرآن، عشان يعرف إن هو يقرأ القرآن. إنما إن هو يفهم معنى الكلام العربي اللي هو بيقوله، لا، هو بيحتاج قرآن مترجم بالاندونيسي عشان يفهم معنى الكلمه. بيدخلوا مدارس اسلاميه بيعلموهم، بس مش كله بيكمل. ما انت لاحظ برضو ان اللغه العربيه دي تاني اصعب لغه في العالم بعد الصيني، بعد اللغه الصينيه. فالعربي مش سهل. يعني اذا كان العربي بالنسبه لنا احنا لما تيجي تدرس نحو وصرف، لو سالت اي واحد ماشي في الشارع عن اي قاعده نحويه اغلبنا هيتلخبط فيها. فانت برضو يعمل حساب ان دول بيتكلموا لغتين. يعني العيل الصغير بيطلع يتكلم بهذا اندونيسي زائد اللغه المحليه. يعني كل مدينه ليها لغه محليه بتاعتها. فانت واحد بيتكلم لغتين بهذا الاندونيسي زائد اللغه المحليه بتاعته بيدرسها في المدرسه، عايزه بقى ان هو فوق كده يتعلم انجليزي لان الانجليزي لغه عالميه، وفوق كده بقى يوم يتعلم عربي. فانت نسبه الناس اللي بتتكلم عربي قليله. حتى العرب الاندونيسيين، يعني هو في اندونيسيين اصلهم عرب. يعني الاندونيسيين العرب منقسمين قسمين. في قسم منهم انا جدي عربي وخلاص، زي ما انت تلاقي واحد مثلا عندنا في مصر يقول لك انا جدي تركي وهو لا يفقه شيء عن تركيا ولا يعرف تركي. وفي يعني قطع العلاقات خلاص، هو عارف ان جده عربي بس ما فيش علاقات ما بينه وما بين عيلته العربيه. وفي بقى بتلاقي اللي كل سنه او كل سنتين بيسافر اليمن يودهم، يكون في صله رحم ما بين العيله العربيه والعيله الاندونيسيه. دول اغلبهم بيعرفوا يتكلموا عربي، بس طبعا بيتكلموا عربي بسبب ايه؟ بسبب ان هم عرب. انما انا بتكلم على رجل الشارع الاندونيسي العادي، ما تتوقعش منه ان هو يعرف عربي او يعرف انجليزي. لازم ان انت تتعلم
جهاز اندونيسي لو هتعيش، لان انت هتتعامل بقى مع سواق تاكسي، هتتعامل مع صنايعي، هتتعامل مع واحده بتبيع خضار في السوق. فما ينفعش ان انت تبقى ماشي حد يترجم لك. حتى لو ان انت جاي تتجوز، مش هينفع ان انت عايز تجيب تشتري حاجه من محل ولا من السوق، تاخد مراتك في ايدك تقول لها ترجمي لي. فهمت الفكره؟ وزي ما قلت لكم اهم حاجه في السفر ان انت ما تخليش اي حاجه تتحكم فيك، يعني يكون عندك استعداد ان انت كل حاجه هتتغير في حياتك، حاجات كتير جدا هتتغير في حياتك، زائد ان انت لازم تتعلم اللغه بتاعه البلد اللي انت رايحها لو ان انت عايز تندمج في المجتمع ده. والا هتفضل قاعد عايش في اندونيسيا بس بتاكل اكل عربي، بتتفرج على تلفزيون عربي، بتسمع اغاني عربي، بتكلم ناس عرب، كانك ما سافرتش. هيبقى بالظبط وضعك زي نفس وضعك وانت في البيت. فاسمك ان انت جسمك موجود في اندونيسيا بس ما تعرفش اي حاجه عن البلد لانك ما احتكتش بالناس. ينفع الزواج بالفيزا عند الوصول لو هنرجع مصر مباشره؟ هو مبدئيا الزواج في اندونيسيا ملوش علاقه بنوع الفيزا بتاعتك، المهم ان انت يكون عندك فيزا ساريه. بس مش هتفرق بقى نوع الفيزا، ان انت قاعد داخل بفيزا سياحه او فيزا عند الوصول، مش مشكله. هل في طريقه لتسجيل الزواج في مصر دون تسليم كتاب الزواج؟ في ناس حصل معاها موقف ان هم بعد ما سجلوا الجواز في مصر في اندونيسيا وصدقوه، لما وصلوا مصر وجاهم يطلعوا عقد الجواز المصري اتاخد منهم نسخه من عقد الجواز الاندونيسي. انت عقد الجواز الاندونيسي بتاخد كتيب صغير كده، واحد ليك واحد ليها. ففي واحد مصري بعد ما اتجوز وجاء عمل تصديق ووصل مصر جاي يطلع شهاده عقد الجواز المصري، فقالوا له احنا عايزين ان احنا ناخد نسخه اصليه. فدلوقتي بقى هو ومراته معاه نسخه. انت ممكن ان انت تتلافى الموضوع ده عن طريق ان انت بتصدق كتاب الزواج في الثلاث وزارات في اندونيسيا، وزاره الدين ووزاره العدل ووزاره الخارجيه، وبعد كده بتروح لمترجم معتمد بتترجمهم عربي، وبتاخد النسخه العربي المترجمه دي بتقوم رايح للثلاث وزارات تاني اللي هم الدين والعدل والخارجيه بتصدقهم تاني، والسفارة تختم على عقد الجواز الأصلي، على كتيب الزواج الأصلي، وبتختم على النسخة المترجمة. فلما توصل مصر تسلمهم النسخة المترجمة. لو أنت بقى ما عملتش الترجمة دي أو ما صدقتش الترجمة دي، في الحالة دي هياخدوا منك الأصل. ولو جم ياخدوا الأصل قول لهم أنا معايا ترجمة بالعربي ومتصدقة من السفارة. وفي سؤال كمان، إتمام إجراءات الزواج بياخد كام يوم تقريبا؟ الزواج في إندونيسيا بياخد له 3 أيام بالظبط. يعني انت يوم ما بتكتب الكتاب بتستلم الكتيب بتاع الزواج في خلال 72 ساعة. والمهر المتوسط كام؟ بص خلينا متفقين كده ان المهر ده حاجة راجعة للست نفسها، يعني هو ده مبلغ الست بترتضيه علشان تتجوزك. فبيأثر في المبلغ ده بقى حاجات كتير، اولا شخصية البنت نفسها، ثانيا العيلة بتاعتها، واخر حاجه بقى التقاليد والعادات. يعني لو قلنا مثلا ان المهور غاليه في مصر، ممكن ان انت تلاقي عيله بتاخد مهورها قليله، ممكن تلاقي بنت انها تطلب مهر قليل. ولكن الاغلب الاعم في اندونيسيا ان المهور قليله، يعني هم مش بيبصوا للمهر كوسيله للتربح زي مصر مثلا. بيكون تفكيرهم ان انت لازم تدفع مبلغ عالي علشان لما تيجي تتجوز بنتنا، علشان انت لما بتدفع مبلغ عالي يبقى انت كده هتصونها. في اندونيسيا مش بيفكروا التفكير ده. المهور بتتراوح ما بين مصحف وإسدال وسجادة صلاة ومبلغ بسيط جدا، لغاية بقى طالع معاك 5 مليون روبيا، 10 مليون روبيا، 20 مليون روبيا، 30، 40، في ناس بتطلب 100. بس المتوسط أو المعقول نقدر نقول إن هو 10 أو 20 مليون روبيا وأقل، يعني في ناس بيطلبوا أقل. طبعا أكتر من 20 مليون ممكن نفكر ان العيله دي ماديه شويه، بس طبعا يعني زي ما قلت لكم في الاول وفي الاخر ده رقم الست هي بترتضيه لنفسها، فما ينفعش ان انت تحكم عليها. هل القيد الفردي او العائلي اللي بيتقدم للسفاره يكون مترجم؟ لا، انت بتقدم القيد الفردي او العائلي لسفاره بلدك. لما بتيجي تتجوز بتطلع قيد فردي من مصر وبتقدم القيد الفردي ده لسفاره مصر، او لو انت في سوريا مثلا بيبقى اسمه قيد نفوس هتقدمه لسفاره سوريا. فالقيد الفردي او العائلي او قيد النفوس او ايا ما كان اسمه، اللي هي شهاده عزوبيه يعني من حكومه بلدك،
دي بتطلع باللغه العربيه وبتتقدم للسفاره باللغه العربيه، مش بتحتاج تترجمها ولا حاجه. السفاره بتدي لك ورقه اسمها شهاده عدم ممانعه، دي بتكون مكتوبه باللغه الاندونيسيه. فانت الورقه اللي بتاخدها بالعربي من حكومه بلدك بتديها للسفاره بتكون بالعربي وما بتترجمش. ايه الوثائق اللي هحتاج اترجمها للغه الاندونيسيه وتتوثق خارجيه لاتمام الزواج؟ انا كنت عملت فيديو عن الاوراق المطلوبه، بس ممكن انا اعيدهم عليكم كده بسرعه. انت هتحتاج شهاده ميلادك، بطاقه والدك، بطاقه والدتك، لو حد فيهم متوفي تبقى شهاده الوفاه، شهاده الكليه بتاعتك، اخر مؤهل حصلت عليه، البطاقه بتاعتك، باسبورك. الحاجات دي كلها بتتبعت بالواتس وبتترجم داخل اندونيسيا عند مترجم معتمد. هم مش عايزين ورق عربي ولا عايزين اي حاجه مكتوبه بالعربي، هم عايزين الورق مترجم اندونيسي عند مترجم معتمد. الورقه الوحيده اللي انت هتجيبها معاك مكتوبه باللغه العربيه اللي هي زي ما انا قلت القيد الفردي او العائلي، وهي دي برضو الورقه الوحيده اللي انت بتوثقها في الخارجيه بتاعت بلدك، توثقها خارجيه وبتقدمها للسفاره. انما غير كده ما فيش اي حاجه ولا بتتوثق ولا بتعمل فيها اي حاجه في بلدك، انت بتترجم في اندونيسيا. ولازم ان خطيبتك قبل الجواز تروح تراجع مع الكي او اي اللي هو مكتب الزواج الحكومي في اندونيسيا، تراجع مع المأذون او الموظف هناك الاوراق اللي مطلوبه، لان الاوراق اللي انا قلتها وارد ان المأذون يقول انا مش محتاج الورقه دي. فانا بقول لك ان هي تعمل الحركه دي علشان توفر عليك. انت مش عايزها ان هي تسأل ترجم كله، بس علشان ما يحصلش مثلا موقف ان انت تلاقي نفسك ترجمت ورقه ودفعت فلوس على الفاضي والورقه مش مطلوبه، لان الموضوع راجع للاخر للموظف نفسه. بس في الغالب الاوراق اللي انا قلتها هتطلب منك. في كمان سؤال عن تكلفه الافراح. انا في فيديو كنت عملته لايف مع زوجتي زمان ورحت معدله، قصيت منه الحتت اللي ملهاش لازمه، لسه انا رافعه الاسبوع اللي فات ده. وكنت كلمت اكتر من ويدنج بلانر في كذا مدينه بحيث ان هو يبعت لي الباكج بتاعته ويقول لي الاسعار بتاعت الفرح من الالف للياء. طبعا الفرح بيفرق من عيله لعيله، يعني في عيله بتتشرط ان لازم الفرح يبقى في فندق 5 نجوم، في عيله تانية تقول لك لا احنا هنعمله في البيت. فالتكلفه اولا متوقفه على السعر في المدينه لان كل مدينه ليها سعرها. تاني حاجه متوقفه على العيله نفسها. فانت تكلفه الفرح المفروض انت تسالها هي، قول لها انتوا عندكم الفرح بتعملوه ازاي او هيكلف كام. وفي الاخر القرار بيكون راجع ليك، يعني ده فرحك. انا مش هقول لك انت هتدفع كام، مش هقول لك تدفع جنيه ولا تدفع مليون. في ناس بتعمل افراح ب 100 مليون وب 200 مليون، في ناس بتعمل افراح ب 10 و20 مليون، في ناس ما بتعملش فرح اصلا، يعملوا كتب كتاب وتجمع اسلامي كده بدون مزيكا بدون اي شيء وخلاص على كده. فحته الفرح دي ملهاش متوسط او ملهاش، ما ينفعش ان انا اقول رقم الرقم ده غالي قوي او الرقم ده قليل قوي. بس طبعا الست في العموم اللي هي عايزه توفر لجوزها هتحاول على قد ما تقدر ان هي ما تطلبش طلبات كتيره. يعني العيله كل ما تكون غنيه كل ما افراحهم بتكلف اكتر، فهمتني؟ فانا ممكن اقول لك مثلا متوسط 50 مليون روبيا، يعني اكتر من 50 مليون روبيا ممكن اقول لك ان ده ايه كتير شويه. بس طبعا الكلام ده مش لجاكرتا لان جاكرتا العاصمه، والعاصمه كل حاجه فيها غاليه، يعني الفستان غالي، ميك اب ارتست غالي، الاكل نفسه غالي، المواصلات اغلى. فحسب المدينه اللي انت فيها، يعني شوف الفيديو اللي انا رفعته، شوف المدينه مذكوره، المنطقه انا ذاكر في الفيديو الاسعار بالمنطقه، انا جايب لك المتوسط. انت شوف بقى هل هي هتطلب رقم مبالغ فيه ولا رقم قريب من الرقم اللي انا قلته. في سؤال كمان عن تكلفة التذكرة من الدول العربية لأندونيسيا. احنا ممكن نقول ان هي في حدود 800 دولار 1000 دولار. بس عايز الفت نظركم لحاجة. اولا تذاكر الطيران مش ثابتة، تذاكر الطيران سعرها يا جماعة بيتغير كل يوم. يعني لما تيجي تسافر يوم الاحد غير لما تيجي تسافر يوم الثلاث. ليه؟ لان يوم الاحد ده ويك اند، الاجانب بيكونوا واخدين اجازة، فبيبقى في ضغط على رحلات الطيران. اللي بيكون عايز يطلع مع واخد اجازه من الشغل وطالع مع اهله يتفسح هيطلع يوم حد. الاعياد والمناسبات الرسميه، يعني لما تيجي تسافر قرب رمضان، العماله الاندونيسيه اللي شغاله في الخليج في منهم بيحبوا ان هم ياخدوا الاجازه بتاعتهم في رمضان ويقضوا رمضان في اندونيسيا. موسم الحج بيبقى في ضغط على السعوديه
وكذلك ضغط على الدول العربيه المحيطه بالسعوديه. في ناس بتروح السعوديه عن طريق الامارات من اندونيسيا ترانزيت. كمان في وقت الكريسماس، وقت راس السنه، وقت عيد الاضحى وعيد الفطر. فانت لازم ان انت تبعد عن الاعياد، ابعد عن الاجازات الرسميه، ابعد عن الاوقات، ابعد عن الصيف. يعني طبعا في الصيف الناس كلها بتروح تصيف في بالي، فبيبقى في ضغط. فهي اسعار تذاكر الطيران بتبقى من الاخر كده حسب الضغط. والله لو في ضغط وفي ناس كتير عايزه تسافر في اليوم ده، بتلاقي السعر بيطلع فوق. انما اليوم ما فيش حد عايز يسافر فيه او الطلب على تذاكر الطيران قليله، السعر بينزل تحت. بس زي ما قلت لك هي بتتراوح من 700 ل 1000 دولار. الخطوط الاماراتيه والسعوديه ارخص حاجه. في طبعا اقل من الاماراتيه والسعوديه، بس الترانزيت بتاعهم بيبقى طويل. بيبقى بقى ترانزيت سنغافوره او سريلانكا، بيبقى لفه طويله شويه مرهقه عليك. فانت اسهل واسرع حاجه السعوديه والاماراتيه، والاتنين كويسين يعني. في سؤال كمان عن التعدد. لا، هو انا اتكلمت في الموضوع ده كتير. الاندونيسيين يا جماعه بيبصوا للتعدد زي العرب بالظبط. يعني زي ما تلاقي الست العربيه بتبقى رافضه فكره التعدد ومش سهل عليها، الاندونيسيين نفس الموضوع. لما بتيجي واحده عربيه بتتجوز راجل متجوز، بيبصوا للموضوع ان هي ايه اللي خلاها ان هي تقبل، او بيشكوا ان هي قابله الموضوع ده علشان فلوس او علشان حاجه تانية. الاندونيسيين نفس الموضوع. يعني انت عندك فرصه ان انت تتجوزي راجل ما عندوش اولاد مثلا او غير متزوج. طب انت ليه ايه اللي هيخليك ان انت تتجوزي واحد متجوز؟ فتخلي بالكم من الحته دي. الست اللي هي بتقبل ان هي تبقى زوجه تانية او تقول لك انا موافقه، اتاكد ان هي مش طماعه، ان هي مش عايزه فيزا، ان هي نيتها خير. في كمان سؤال عن افضل اماكن للمعيشه في اندونيسيا. طيب، والله هو احسن مكان ان انت تعيش فيه ده متوقف على ان انت رايح تعمل ايه. يعني لو انت رايح مثلا سياحه، عايز انك تتفسح، تتفرج على براكين، تتفرج على شواطئ، تستمتع بحياتك، هقول لك روح بالي. عايز ان انت تقعد بس ما تحسش بغربه، تقعد وسط عرب، تلاقي فيه اكل عربي، محلات عربيه، نفسك هتجيلك على الشاورما وعلى الاكل العربي، روح بونشاك. جاي في شغل، حسب طبعا مكان الشغل بتاعك، ولكن جاكرتا هي العاصمه ولكنها اغلى. هتيجي مثلا علشان دراسه، حسب الجامعه بتاعتك موجوده في مدينه ايه، انت لازم ان انت تسكن جنبها. زواج نفس الموضوع، هتضطر ان انت تتجوز في الجزيره او قريب من اهل مراتك. انما غير كده البلد كلها حلوه، اندونيسيا كلها جميله، حتى القرى الصغيره عشان فيها كميه اشجار كتير. طبعا بلد استوائيه، اغلبهم مسلمين، الاكل الحلال موجود في كل مكان. هي على فكره بالي مش مسلمين، بالي هندوس، ولكن باقي اندونيسيا اغلبهم مسلمين، 88% مسلمين. هتلاقي الجوامع في كل مكان. فالموضوع متوقف على انت رايح ليه، ومدى استعدادك ان انت تتأقلم مع المجتمع. بس هم دول اغلب الاسئله اللي اتكرروا كتير الفتره اللي فاتت. اعذروني على التاخير، ما تنسوش اللايك والشير. اللايك مهم جدا يا جماعه، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.